واحد صاحبي سألني هي السمكة ام اللمبة بتنور ازاي تحت المية. باختصار كده، في كائنات كتير بتنور تحت المية، ودول بيبقوا على اعماق كبيرة جدا. وبالنسبة بقى لسؤالك يا بودا، فالنور ده بيبقى نتيجة لعملية اسمها بايولومينيسنس، اللي بالعربي اسمها الإضاءة الحيوية. ودي بتبقى عبارة عن تفاعل كيميائي بين جزيء اسمه لوسيفرين وجزيء الأكسجين. والتفاعل ده بيحصل بوجود انزيم اسمه لوسيفيريز، بس طريقة التفاعل دي بتختلف من كائن للتاني. والتفاعل دوت هو اللي بينتج النور اللي انتوا بتشوفوه. النور اللي بيطلع ده بقى اسمه كولد لايت، اللي هو بيبقى عبارة عن نور بس من غير حرارة او بحرارة بدرجة قليلة قوي. يعني بالبلد كده السمكة مش هتسخن يعني لما تنور. الكائنات بقى تحت المية بتستخدم النور ده لكذا حاجة، زي انهم مثلا يستكشفوا البيئة اللي حواليهم، او يتواصلوا مع كائنات تانية مع بعضهم، او علشان يدافعوا عن نفسهم. وفي انواع بتستخدم النور دوت للصيد، وده عن طريق جذب الفريسة بتاعتهم ناحية النور. وفي الحقيقة يا بودا ان في كائنات كتيرة بتنور تحت المية، اللي هو مش سمكة ام لمبة بس، زي مثلا الانجلر فيش، ودي تقريبا انت قصدك عليها، وفي الفلاش لايت فيش، وفي اللانترن شاركس، وفي برضه انواع تانية زي الاناديل برضه بتنور تحت الميه. وخدوا بالك النور دوت مش بيبقى موجود في الكائنات البحريه بس، لا ده كمان في انواع معينه من الحشرات، واشهرها الفاير فلايز. وفي كمان بقى بكتيريا وفطر بينوروا برضه. وليه بقى في التعليقات اتكلم عن انهي كائن من دول في الفيديوهات الجايه. وكده اكون جاوبت على سؤالك يا بودا.